عندك نص كيلو لبن، تعالي اقولك نعمل بيه ايه، وكمان معاهم نص كوباية سكر. تعالي يا ست البنات هنعمل مع بعض احلى حاجة ترطب علينا في الحر والفرهدة والنور القاطع اللي مجننا كلنا. تعالي بقى شوفي الجمال ده، بجد كانت كريمية وخطيرة حلوة قوي قوي، وما قعدتش والله يا بنات بجد. يعني انا كنت عملت الكمية دي، وعملت كمان كان في زي سيرفيس كده صغنطط، وكل ده اتنسف اللهم بارك. تعالوا بقى سموا الله ويلا نشوف. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ونشوف مع بعض هنعمل الجمال ده ازاي. انا جبت هنا حلة على نار هادية، وضفت فيها نص كوباية من الدقيق. نص كوباية من الدقيق، بس انا ضفتها على مرتين كده عادي يعني. آه سوري. وبعدين ضفت عليهم ربع كوبايه من الزبده. هو هنا المفروض الكميه تكون قد بعض، فانا ضفت ربع كوبايه وبعدين ضفت كمان معلقتين. يعني انا ضفت حوالي يعني نص كوبايه الا حاجه بسيطه كده، تلتين يعني. تمام. لازم تكون كميه الدقيق قد الزبده علشان خاطر تعرفي تقلبيها، تحسي انها سايحه كده. لو ما حسيتيهاش ان هي سايحه ومكتله هتزودي شويه زبده، لكن هنا انا ضفت حوالي تلت كوبايه. تمام، مش النص كامل يعني، لحد لما تسيح كده ونشم ريحة الدقيق. مش هنحمصه قوي كده زي البشاميل، لأ، تقليبة بس خفيفة كده لحد ما الزبدة تدوب. وهو يدوب لازم يكون المنظر ده كده. لو حسيتي ان الدقيق مكعبل كده ومسحش وداب زي ده، زودي شوية زبدة صغيرين، او سمنة بلدي. لو سمنة بلدي برضه هتديكي نفس الطعم ونفس الطعم الخطير، بجد بجد خطيرة. هنبدأ بقى نضيف هنا نص كيلو من الحليب. انا ضفت هنا نص كيلو من الحليب وزودت عليهم كمان شوية لبن، يعني زودت عليهم شوية حليب تاني. تمام. وهنبدأ نقلب الكلام ده كله لحد لما نحس ان هو خلاص كده ايه، داب مع بعضه. وهنبدأ نضيف عليه السكر حسب الرغبة. انا هنا بحب الحاجة مسكرة شوية، وضفت كمان كيس هنا من الفانيليا. لو اول مرة بتشوفيني، انا اسمي أمنية، ودي قناتي، واتمنى تتابعيني وتعملي سبسكرايب وتعملي لايك للفيديو. ما تنسيش الفيديو تعملي له لايك. وهنبدأ نضيف السكر. خلاص هو تحسي ان هو بقى سمكه تقيل شوية. هنضيف السكر حسب الرغبة زي ما انت عايزة. انا هنا زودت برضو يعني كمية وفيرة كده من السكر عشان انا بحب الحاجة مسكرة، بس حاجة حلوة يعني. هنعملها حاجة حادقة، نحط سكر ناقص؟ لا، لازم نزود شوية سكر. الحياة مش ناقصة مرار، كفاية النور اللي بيقطع علينا ومطلع روحنا ده. هنبدأ نقلب كويس لحد لما يدوب. هنا انا خلاص اهي، بصي القوام بتاعها خطير، ولا وطعمها يا بنات روعة، بجد روعة. ما تفكريش ان الدقيق ده يديكي طعم، لا خالص، جربيها بجد روعة روعة روعة. اللهم بارك. طيب هنسيبها بقى تبرد، وهنعمل ايه؟ الخطوة الايه، الطبقة التانية. هنا حوالي نص كوباية من السكر، بس يعني كانت كوباية طويلة مش كوباية صغيرة. تمام. هنسيبها على النار، وهنيجي هنا نضيف 4 معالق صغيرين، معلقة الشاي دي على فكرة، 4 معالق صغيرين، وندوبهم في نص كوباية من المية. زي ما انت شايفة كده، كل الخطوات قدامك اهي. قلبي بقى كويس لحد لما النشا يدوب. هنا خلاص السكر بدأ يدوب برضو. انا مش عايزة السكر هنا يتحرق، خلي بالك عشان ما تمرريش الطبقة التانية. تمام. مهم جدا الخطوة دي يا بنات. يعني اول ما السكر تحسي ان هو خلاص بدأ يدوب خالص، هو هنا الكاميرا مغمقة شوية لكن هو يعني فاتح مش غامق. خلي بالك من النقطة دي عشان ما تبوظيش السكر لو اتكيتي عليه شوية هيتحرق ويبقى طعمه مر ومش حلو خالص. هندوب كده، هو بيبقى لونه اشقر شوية. تمام. وهنبدأ نجيب بقى الطبق بتاعنا اللي احنا حطينا فيه ال4 معالق من النشا على نص كوباية من المية. على فكرة لو احتاجت مية زودي مية. انا هنا احتاجت مني شوية مية، بس الكاميرا ما جابتش اللقطة دي، فانا زودت شوية مية تاني.
تمام. يعني هنا خدت حوالي كوباية كاملة مية. تمام. هنبدأ بقى خلاص اهو كله داب وتمام. هنبدأ نقلب بالراحة كده قبل ما ننزل، وبعدين ننزل بالراحة. خلي بالك وانتي شغالة في الحاجات اللي فيها سكر، لو عندك ولاد ولا حاجة خليهم يطلعوا بره المطبخ عشان محدش يتلسع لا قدر الله. عافانا الله وعافاكم يا رب. شايفة القوام بتاعها حلو ازاي؟ لازم تقلبي بقى على النار لحد لما توطي النار خالص وتبداي تقلبي. حسيتي ان هي محتاجة مية زي ما قلتلك هتزودي، مش محتاجة خلاص هي هتفك وتبقى تمام. بصي بقى، خطيرة. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقول لكم سلام. أسيبكم في رعاية الله، وأتمنى الفيديو يعجبكم. بجد جربوها والله، هنا كده ما كانتش جمدت. انت هتدخليها التلاجة بعد ما تهدى خالص، هتدخليها التلاجة هتطلع معاكي زي ما انت شايفة كده في منتهى الجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.